And it goes a little something like هاي، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تحضروا هالفيديو. بما انه صار لي فترة غايبة فتذكير سريع على اي حدا جديد بالقناة لإلي اول مرة بيحضر فيديوهاتي، هاي انا جودي، بحب شارككم بقناتي فيديوهات رسم، انبوكسينج وشوية فلوجات، فان شاء الله تنبسطوا وتستمتعوا بهالمحتوى. اوكي، فيديو اليوم خفيف لطيف كالعادة. كنت بوقتها كتير حابة ارسم بس ما كان في فكرة ببالي يعني كعنوان للفيديو، لهيك اخذ معي وقت حتى لقيت عنوان مناسب او يعني جاذب نوعا ما. والفكرة مثل ما شفتوا هي انه ارسم رسمة مليانة تفاصيل بخلفية بسيطة نوعا ما. شو كان بدي ارسم ما اخذ معي وقت بالمرة لانه من زمان وانا جاي عبالي ارسم من انمي فيريرين، فدورت شوي لحد ما اعتمدت على صورة ارسمها وبديت جهزت الدفتر والادوات، ولحد هون كانت هي اللقطات مع تصويرها. شرحت بالمنتدى شو صار بس باختصار انحذفت اول اللقطات اللي تصوروا من ضمن فقرة الرسم بالغلط. ليش؟ لانه كنت عم بستخدم تطبيق مونتاج جديد فعدت تصويري اللي بقدر عليه، اما الباقي فراحوا. لهيك رح ننتقل دغري لفقرة التحديد. هاي هي رسمة قبل التحديد، وصراحة بزعل شوي قديش ما كنت مرتاحة أنا وعم أرسم كرمال اللقطات بالتصوير تطلع حلوة ومرتبة للمشاهد، وبالأخير انحذفوا. هون كنت محتارة حدد بالرمادي أو بالبني، بس حبيت جرب الرمادي لأنه كان بدي التحديد يكون كتير كتير خفيف قد ما فيه وكأنه مو محدد بالمرة. صباح الخير، هون كمر كم يوم من لما خلصت رسم وتحديد سكتش، وهلأ خلونا نجهز المكتب ونروق شوي قبل ما نبدأ بأحلى فقرة بكل فيديو رسم. حطيت بعدين شي اسمه أنا كمان، وبما انه كانت الدنيا صبح بكير فكمان غليت قهوة لروق على المزبوط قبل ما نبلش بالتلوين. لبين ما جهز الألوان خلوني أخبركم شوي عن تجربتي لتطبيق ينشط. هلأ مبدئيا بفضل تطبيق VN أكتر، وعيبه الوحيد هو إنه ما فيه كتير خيارات متاحة للتعديل على الفيديوهات والمونتاج. من جهة تانية انشوت تعطتني خيارات أكتر، بس حسيت ما في هالسلاسة اللي بVN. يعني مثلا كمثال مثلا بس بدي عدل أو غير على الصوت وأنا حاطة ستيكر أو أي شي بدي عدل إنه يصير يطابق الصوت، ما في يعدل عليهم بنفس اللحظة. يعني لازم إذا كنت فاتحة شو بيسموه شريط الصوت لازم سكره، حط اوكي وسكره وارجع افتح شريط الاستيكرات وعدل عليه وارجع حط اوكي وارجع افتح الصوت. عرفتوا كيف؟ ما في يعدل عليهم بنفس الوقت، بينما بفي ان في اعمل هيك. الاستيكرات كمان ما في يغير بشكلها انه تكون مربعة او دائرة مثل ما بعمل بفي ان. حتى اعدادات الالوان فضلت اللي بفي ان اكتر، او يمكن تعودت عليهم.
بشكل عام ومع انه راح يكون متعب ومستهلك اكتر للوقت، بس بحس الانسب اني ادمج استخدامي لتطبيقين بشكل تكون النتيجة مرضية. ما بعرف، ما عملت هالشي بهالفيديو بس ممكن جربه بالفيديو الجاي. اوكي نرجع للرسمة. اخترت درجات الشعر لشخصية هيميل، بعدين خففتهم واعتمدت على 3 أو 4 درجات مناسبين يندمجوا مع بعض، وأكيد جربتهم على ورقة خارجية بالأول لأتأكد من أحسن طريقة للدمج، وكان الشي بيوتر صراحة. ما بعرف، أنا دائما أو بظن الكل دائما ببداية أي خطوة تلوين بيكون كتير متردد وحاسس رح تخرب الرسمة بأي لحظة. غيرت بعدين الدرجات أغلبها لأنه كنت كتير حابة هالمرة جرب التلوين نظيف. أو الدرجات الخفيفة ممكن تكون باهتة شوي كنوع من الالتزام بالصورة الأصلية مثل ما شايفين. صح، شغلة كمان انتبهت لها أنا وعم لون، هو إنه الدرجات كأنه بدأت تختلف عن يلي بورق سواتش، أو ممكن يلي على الورق عم يتغير لونه، بس بالحالتين كنت مضطرة أجرب أي لون بدي اختاره تجنبا لأي غلط. بدأت بالتلوين والحمد لله كانت الأمور تحت السيطرة، وكانت النتيجة عم تطلع مرضية، والدمج عم يكون تقريبا بيشبه دمج الألوان الخشبية، بس الفرق هون إنه أنعم بكتير. بدأت بعدين بالبشرة واللي كنت مقررة خليها طبقة خفيفة أو ممكن 2، بعدين عيد عليها وظبطها بالخشبي، لأنه من المرات الماضية تعلمت إنه هيك أنسب شي لإلي، بما إنه ما عم أعرف لون البشرة بالماركرز، وكمان الخشبي على البشرة عم يعطي ملمس حلو واقعي للرسمة. بدأت بتلوين الملابس، وكنت عم حاول قد ما بقدر التزم بالصورة الأصلية، ومع انه ما كانت النتيجة بتشبهها بس كانت عجبتني وحاسة هيك ظابطة بشكل مريح مع بعضها. كملت بعدين باقي الوشاح وكان فوضوي شوي وخلى شكل الوشاح غريب كأنه رخام أو فسيفساء. جبت بعدين لون فاتح واللون الشفاف وحطيتهم على بعض لأخذ لون خفيف على اللون الشفاف وحطه على الأماكن اللي بدي تعطي لمعة أو مكان للضوء اللي جاي على الملابس. جبت بعدين ألوان الخشبية كرمال زبط البشرة، وكنت عم لون مثل الصورة الأصلية بس ما كانت عجبتني أماكن الظل، مو بعرف كنت حاسة شكلها غلط، فغيرت بعدين ولونت البشرة مثل ما بدي، والحمد لله عملت هيك طلعت أحلى بكتير. بعد ما خلصت احترت شوي بشو بدي حدد الرسمة لأنه حسيتها صارت هلا أنا كان بديها مثل مو محددة، بس طلعت كأنه مو محددة بالمرة. A few moments later. كان بدي التحديد يكون كتير كتير خفيف قد ما فيه وكأنه مو محدد بالمرة. لازم تجيبوا الكلام لنفسي. راح اللون الرمادي يعني مع التلوين، فكنت عم جرب شوي بالبني وشوي بالأسود لحد ما حسيت برزة الألوان بشكل مناسب. 병원 그렇게 들락거리고 데스크 양반 20년 됐다는데 모르는 게 이상한 거야. 이러다 수술에 재수술을 하다 보니 이 순간들이 못 들었습니다. وأنا عم اختار ألوان الشعر لشخصيات فيريرا تأكدت إنه الألوان على الورقة عم تتغير درجتها وتبهت مع الوقت، لهيك تأكدوا إذا عندكم أي ألوان هو إنه تجربوهم على جنب قبل ما تلونوا فيهم. بدأت بتلوين الشعر وأخذت وقتي على المزبوط، ما استعجلت فيه أبدا إلا بخصلة واحدة كانت آخر خصلة. غير هيك حطيت فيه كل طاقتي، وكنت كمان عم لونه على طريقتي لأنه كنت حاببته مثل ما خبرتكم يكون واقعي نوعا ما، والحمد لله النتيجة كانت مرضية كتير. فكرت بعدين غطي الرسمة وبطل ورجيكم إياها بشكل واضح يعني أنا وعم صور، بس حبيت هالمرة خليكم تشوفوا كيف كل خطوة بنعملها كل جزء من لونه كيف بغير الرسمة
بتبرز شغلات وبتغطي على شغلات، فأحيانا بنضطر نعدل عليها شوي حتى تصير أغلب الألوان والدرجات متناسقة مع بعض. انتقلت بعدين البشرة ولونتها نفس ما عملت مع شخصية هيميل، طبقة أو طبقتين ماركرز وعدت عليهم بالخشبي. لونت بعد العيون وحددت ملامح الوجه كاملة. انتقلت بعدها للخلفية واللي أساسا من الأول ما عرفت أرسمها أو أرسم الورود والأغصان، فغيرت ورسمتهم بطريقة أبسط وكانت شوي كرتونية. سوري بس رسم الطبيعة بالمرة مو اختصاصي. فقت تاني يوم على صوت شي وقع ولقيت هالمنظر. هي يمكن رابع أو حتى خامس مرة بيوقع فيها رف اللابتوب، وكل مرة بيوقع بيغرب الحيط أكتر، واللزق اللي عم بستخدمه خلص وأنا بدله كل شوي، فما بعرف بصراحة شو بدي أعمل، بس تركتها لبعدين. تأكدت إنه اللابتوب سليم ما فيه شي ورتبت الطاولة كرمال نكمل هالرسمة. كنت مخلصة تقريبا كل شي، باقي أكتر شي خايفة ما يطلع تلوين نظيف وخفيف وهو السما أو الخلفية الزرقاء. هي جاي غامقة شوي من الزاوية من فوق، وكل ما نزلنا لتحت بتفتح أكتر. هلا كان في خطوط شوي واضحة بس نوعا ما مقبولة، لحد ما صار اللي صار هو انه القلم نشف وبطل بده يطلع لون. قلبته على جهة واحدة واستنيته للمساء بس بدون اي فايدة، لهيك اضطريت استخدم الالوان الخشبية، وهالشي ما كان على البال بالمرة لانه اجباري بدي استخدم اللون الابيض، واكيد رح تاكله اكل الورقة وهو اصلا قصير، بس ما كان في اي حل تاني، لهيك استخدمته بالاخير وطبقة فوق طبقة لحد ما صارت الخلفية ناعمة ومتدرجة. هذا كان واخيرا اخر يوم. ما صورت فيه لانه فيكم تشوفوا انه كنت لابسة وطالعة، بس ما عملت كتير، حطيت اللمعة وعدت تحبير الشعر باللون البني كرمال توضح اماكن الخصل اكتر شي، وشكلي اخر مرة بستخدم اللون الرمادي بالتحديد مع الماركرز لانه تقريبا عدت على كل الاجزاء بالبني. المهم خلصت ورتبت المكتب، وهلأ ضل نشيل اللزق على اطراف ونشوف النتيجة النهائية مع بعض. 綺麗だな。街中だと見えにくいね。人が感動しているんだ。空気を読みたまえ。じゃあ次。50年後もっと綺麗に見える場所知ってるから案内するよ。何？いや、なんでもない。そうだな。みんなで見よう。 وهيك كانت النتيجة مثل ما شفتوا. الرسمة كلها بعضها كتير طلعت حلوة ومتناسقة بكل شي، وفي يقول انه طلعت مثل ما كنت متخيلتها وحتى احلى. انتو حكولي شو رأيكم فيها، واقترحولي كمان افكار ما تكون طويلة او بتاخد وقت للفيديوهات الجاي. بس هذا كان فيديو اليوم وهيك كانت فكرته. ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا، واهم شي استفدتوا ولو شي بسيط من هالفيديو. اشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.